في الفترة الأخيرة لو أنت مش عايش معانا على الكوكب فأكيد ما لاحظتش إن في هجوم على المحتوى العربي وصناع المحتوى العرب، وفي انتقادات كتيرة للمحتوى اللي بيتقدم من العربي. المحتوى دوت فيه حاجات غلط، المحتوى ده للكبار، المحتوى ده أطفالي، كذا 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 كذا، صانع المحتوى ده كرنج، صانع المحتوى ده متكبر، صانع المحتوى ده بيشتم وإلخ إلخ من الانتقادات المختلفة، وخصوصا انتقادات المحتوى ذات نفسه. إذا كان عندنا في مجتمع الجاتشا أو في كل مجتمعات المحتوى التاني شبه الدبلجة والانيميشن وغيرهم، هتلاقوا انتقادات كتيرة ودرامات كتيرة بدأت. بس مين هو الملام في الحكاية دي؟ مين اللي تسبب في وجود الدرامات وكثرة الانتقادات لصناع المحتوى والمحتوى ذات نفسه، وليه في أشكال غريبة من المحتوى بتظهر؟ ده اللي أنا جاي أتناقش معاكم فيه النهاردة. فلو أنت بتحب المحتوى ده فما تنساش اللايك والاشتراك. ودي بدأت اليوتيوب من 2016، فأنا معتبر نفسي من الجيل القديم من صناع المحتوى واللي عاصر أيام الطيبين. طبعا ساعتها كنت بسجل بمعدات تقرف والصوت كان كارثي، ولو فرجتكم فيديو مش هتعرفوا أنا كنت بقول إيه أصلا. السلام عليكم يوتيوب، في أول حلقة من سلسلة ماينكرافت معكم حازم من قناة وين أرابس. النهاردة الحلقة مش عليها أي معنى، يعني ممكن إنك تقفل الفيديو، يعني هي حلقة تمهيدية كده، هجمع شوية خشب. ممكن يكون عدى فيديو من فيديوهاتي قدامك لو انت كنت من متابعين ماينكرافت خلال الست سبع سنين اللي فاتوا، ممكن فيديو عدى منهم، لكن على الأغلب كانت قناتي عدت قدامك كقناة يوتيوبر عشوائية في مجتمع ماينكرافت ملهاش أي 30 لازمة. وسط الأسامي اللي كانت مسمعة في الفترة دي في مجتمع ماينكرافت زي دحوم التلات تسعات وأوسيمز، مش فاكر اغلب الاسامي، يعني انا بعيد عن كوميونتي ماينكرافت بقالي مده كبيره. بس وقتها المحتوى كان تتفرج عليه تستمتع، المحتوى كان بسيط ما فيهوش انيميشنز كتيره ووجع دماغ وسبام اتنشن وحاجات كتير قوي، عك. المحتوى حاليا فيه كميه عك، ولو ما حطيتش 700 الف انيميشن في الفيديو بتاعك هيفشل. انت محتاج انك تعمل فيديو لواحد عنده فقدان في الهوية وفقدان في التركيز وفقدان في كل حاجة تقريبا. ده اللي انا عايز اقوله كده من الاول عشان نكون على بياض. المشكلة مش في صانع المحتوى، المشكلة في المتابع. يوتيوب حاليا شغال بنظام انه بيعرض المحتوى للمتابع على حسب تفضيلات المتابع، فانت من الاخر مش هتشوف غير الحاجه اللي يوتيوب بعد ما درسك وشاف الفيديوهات اللي بتتفرج عليها عارف ان الحكايه دي هتعجبك فبيعرض لك الفيديو. يعني يوتيوب مش بيشتغل لصالح صانع المحتوى باي طريقه، بالنسبه له صناع المحتوى دول عبيد. اعمل الفيديو، نجح ما نجحش ملناش دخل، المهم ان انا ارضي الزبون بتاعي المشاهد. فلو المشاهد ما عجبوش نوع محتوى معين فانا مش هطلع له الفيديو ده التاني. ويوتيوب بيعرف الحكايه دي ازاي؟ اما حضرتك تحط لايك او ما تحطش لايك، او تشترك او ما تشتركش، او ما تعملش كومنت او تعمل كومنت على الفيديو. عملت كومنت ولايك واشتراك على الفيديو، يوتيوب اخد اشاره ايجابيه ان الفيديو ده كويس وهينشره لناس اكتر يجرب معاها. يوتيوب عايز انه يطلع فلوس اكتر، همه انه يطلع فلوس، الموضوع بيزنس. عملت العكس، يوتيوب هيمسح الفيديو من على الكوكب. الفيديو ده معفن مش عايزينه، حتى لو انت عامل اجمد مونتاج في العالم ولا هيهم يوتيوب، هيقتل لك الفيديو برضه. فهتبدأ تلاقي ان صناع المحتوى بدأوا يسباموا ويكرروا في الفيديوهات اللي بتنجح معاهم والافكار اللي بتنجح معاهم، لان ده بيجيب لهم مشاهدات وفيوز وفلوس وبيكبر لهم القناة. فهم ده اللي هم عايزينه. ليه يغير الطريقة الناجحة او الفورمولا الناجحة اللي هو شغال بيها؟ ليه طالما يوتيوب بيعرف يوصل له الفورمولا دي لناس عايزة تتفرج عليها ليه يغيرها؟ لانه لو غير وقعد يجرب ويجرب فكان اسهل له انه يعمل فيديوهات اكتر من النوعيه دي ويجيب فيوز اكتر بطريقه اسهل. لان التنويع حاليا في يوتيوب صعب، واغلب صناع المحتوى مش هيعرف انه ينوع بتاتا، وقليلين جدا اللي بيعرفوا ينوعوا، وعلى الاغلب هم اصلا عندهم ملايين المشتركين او الاف. لكن بالنسبه للقنوات الصغيره شبه حالاتي
صعب جدا ان انا اخرج من المحتوى اللي انا بدأت بيه القناة والمحتوى اللي انا بقدمه، لان اغلب المشتركين عندي بيحبوا المحتوى دوت، فيوتيوب هيروح لهم اول حاجة ويديهم الفيديو بتاعي، لان يوتيوب عارف انهم بيحبوا محتوايا، فالمحتوى يكون متغير فهم مش هيعجبهم المحتوى، حتى لو كان افضل فيديو في العالم يوتيوب هيقرر يقتله لانه ما عجبش المشتركين بتوعك او المتابعين، اللي هي الناس اللي مش مشتركه في القناه بس بتتابعك على طول وناس انه تحط الاشتراك. على اغلب القناه عندي بالطريقه ديت، واغلب صناع المحتوى عندهم نفس الحكايه دي. 80% دايما من مشاهدين القناه ما بيبقوش مشتركين، ما تعرفش ال 80% دول بيفكروا في ايه. 80% دول اغلب مشكلات اليوتيوب الحالي بسببهم، لانك لو عجبك محتوى فانت مش بتعمل اشتراك، فاليوتيوبر مش هيكمل على الفيديو ده لانه ما جابلوش اي حاجه. وعايز افكركم ان صناع المحتوى في الاول والاخر بشر، والانسان عايز يشوف مصلحته، وبعيدا ان دلوقتي انشاء المحتوى بقى مكلف ومتطلب عن زمان. زمان كان اي حاجه حرفيا تقدر انك تعمل بيها محتوى، جهاز كمبيوتر ميت، مايك عامل شبه مايك خدمه العملاء، تليفون سامسونج جي 1 اللي مش بيعرف يشغل ماينكرافت حتى، كان تقدر انك تعمل بيهم محتوى عادي وتنزل على اليوتيوب. انما حاليا لو ما عندكش المايك البلو يتي اللي ما اعرفش كام، اللي ما اعرفش ب 6000 7000 جنيه، وعندك كارت الشاشه الار تي اكس 60 70 40 80 50 90 انا عمال ارمي كده، عمال ارمي اسامي وخلاص، ومونتاجك مش بيوطل، ويمين شمال فوق تحت انيميشن رايح جاي صوت يمين شمال وحركات كتيره في الفيديو بتاعك، فمش هتنجح. فشباب ما تهجموش على صناع المحتوى، انتوا اللي بتسببوا في الوحوش اللي هما بيتحولوها. يوتيوب دلوقتي ما بقاش شبه يوتيوب زمان. يوتيوب زمان كان مركز على البحث وعلى انك تدور على المحتوى اللي انت عايزه. دلوقتي يوتيوب بقى شغال بطريقه مختلفه، انه بيجيب لك المحتوى لغايه عندك. المحتوى اللي هو هيجيبه لك ده بيرجع لطريقه المشاهده بتاعتك والمحتوى اللي انت بتحب تتفرج عليه. وعملت لايك لصانع المحتوى ده ولا لا، ما عملتلهوش ولا لا، عملت له لايك اشتراك ولا لا، فكله انت بتحدده بايدك. بس عشان اغلب المجتمع العربي ايديهم بتاكلهم اما يجي الموضوع للاشتراكات واللايكات على اساس انها بفلوس مثلا، لو خلصنا من عقدة النقص اللي عندنا وعملنا اشتراكات ولايكات للمحتوى اللي عاجبنا، فالقنوات دي بتكبر وصناع المحتوى بتاعها بيقدروا انهم يطوروا من المحتوى بتاعهم ويركزوا على المحتوى اللي جاب لهم الاشتراكات واللايكات دي، فيطوروا منه اكتر وتشوف انت محتوى اكتر من اللي عاجبك. لكن احنا بنعمل العكس، احنا بنحبش حد ينجح، ما بنحبش نحط لايك ولا اشتراك على الرغم انهم مجانيين. كومنت دعم كفايه. اغلب صناع المحتوى في الوطن العربي اصلا مش بيطلعوا فلوس، بيطلعوا ملاليم حرفيا، وبيعملوا الحكايه دي عشان هم بيحبوها. مفيش غير الاغلبيه اللي قناتهم معديه الملايين اللي هو ممكن يبدأ انه يطلع فلوس من الموضوع ويقدر انه يصرف على القناة بتاعته. لكن اغلب صناع المحتوى الصغيرين مش بيطلعوا اي حاجة، وممكن ما يجيلهوش سبونسر غير مرة في السنة او ما يجيلهوش خالص. السبونسرز هتنفع معاه شوية لكن برضو مش هيقدر انه يشتري المعدات. هتحس بالحكاية دي مع صناع المحتوى المصريين لان عليهم ضغوطات اكبر من اغلب صناع المحتوى العربي التانيين بسبب اسعار المعدات اللي مش هيقدروا انهم يوفروها لانها باسعار فلكيه بالنسبه لهم، وهتحتاج شهور او سنين من الشغل علشان يقدروا انهم يشتروا المعدات دي. فشراء المعدات دي بالنسبه لهم مستحيل، على الرغم من اغلب صناع المحتوى العربي التانيين بيستخدموا المعدات دي. فانت عندك فرق شاسع في امكانيات صناع المحتوى. تاني نقطه هو عدم توفر المعدات دي اصلا في السوق. فلو لقيت صانع محتوى بالنسبة لك اتحول إلى وحش أو كرنج أو محتوى بقى غريب وبقى موجه لفئة معينة أو بقى مقرر، فاعرف إنك أنت وأغلب المتابعين السبب، لأنكم عجبكم المحتوى ده فقررتوا إنكم تدعموه، فهو تحول للوحش، فأنت اللي صنعت الوحش ده بإيدك.
فكل اللي عليك علشان تشوف محتوى افضل انك تضغط نوت انترستنج او غير مهتم لاي فيديو انت مش مهتم بيه. مش تدخل تشتم صانع المحتوى في الكومنتات، لان الكومنت بتاعك ده هيقول لي يوتيوب ان الفيديو ده كويس فهيديه لناس اكتر. فبلاش اعمل نوت انترستد او غير مهتم للفيديو وخلاص. وبطل تتفرج على تيك توك كتير وتستخدموا الدوبامين بتاع التيك توك كتير، وتخلوا الاتنشن سبام او مدة التركيز بتاعتكم قليلة، لان ده هو بيتسبب في المحتوى الكرنج اللي مليان انيميشنز اللي موجود دلوقتي. لان المحتوى البسيط زمان اللي كان حلو واللي كان ممتع، اللي صنع المحتوى كان فيه شبه صاحبك وبيحب يتكلم ويقول في موضوعات غريبة وهو بيلعب ماينكرافت ونزل كيف وعمال يحكي لك عن انجازاته ما اعرفش ايه، وفي الانشطار المايونيزي اللي الرملة على البحر وهو ما كان مسافر ما اعرفش فين، وهو عمال يفرم في الكيف وانت مستانس وعاجبك انه عمال يرغي وانت مستمتع وفي اخر الانشكاح. لكن دلوقتي المحتوى بقى شبه المسوخ، يا دوبك هتدخل تتكلم على اللي انت داخل عشان تتكلم عليه، وحرفيا حكاية انك تكون صديق مع المتابع بتاعك دي انتهت تماما. اليوتيوب بيتحول واحدة واحدة لمنصة بس شبه نتفليكس وديزني بلس والحاجات دي، واليوتيوبرز بدأوا انهم بيتحولوا انهم بيقدموا برامج مش مجرد صناع محتوى طبيعيين، بيقدموا محتوى طبيعي هم مستمتعين بيه وبيشاركوه مع الناس. الموضوع بقى أشبه بالبرامج ذات التكلفة العالية التلفزيونية الغريبة، اللي مع إمكانيات أعلى هو اللي هيوصل لناس أكتر، وأغلب اللي معاهم إمكانيات عالية هتلاقيهم مستمرين على نفس المحتوى الكرنج اللي انت شايفه كرنج المتكرر، اللي نجح معاهم لغاية ما وصلهم للنقطة دي. لأنه لو فكر إنه يغير هينزل من على الجبل اللي طلع له أما قاعد يسبام الفيديوهات دي. فده شوية الفضفضة اللي كانت عندي. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وعايزين فيديو عن نصايح لصناعة المحتوى لو أنت عايز تدخل في السباق ده ولا لأ. ويلا سلام.